وهي الدولة الشريف راه هي الدولة خاسرة والمواطن خاسر. اسمع، المواطن كيشري خبز غالي بلا ما يعرف، كيشري الخبز بدرهم ياك، كيشري خمسة الخبز السواق، يعني في الاحياء الشعبيه كل خبز كيتباع بدرهم ولا 24. كيشري المواطن خمسة الخبزات ياك، الا شرا خمسة الخبزات كياكل ثلاثه وكاين حجوج، هذه راه باينه. يعني بشحال كيطلعوا عليه دوك ثلاثه الخبزات؟ يعني تيطلعوا عليه بدرهم و60 فرنك. ما تياكلهم هو، ما كتستافد منهم دوله، ما كيستافد منهم اللي هو في القطاع. صح كاين مبررات، هما مبرر. دابا اللي جينا نشوفوا الخبز اللي كيتلاح اكثر من 200,000 خبزه كتلاح في الدار البيضاء وحده، ونتحدى اي وحده يجيو يحسبوا الخبز اللي كيضيع كيمشي كياكلوا البهايم والله الله اعلم. كيشات كيتلاح، شكون اللي ضيع؟ ضيع المواطن وضيع الدوله وضيع اللي في القطاع. يعني هذا كيتلاح ضيع فيه الدوله في العمله الصعبه اللي كتدخل بها الزرع اولا. ثانيا ضيع فيه المواطن اللي كيشري، لان كيشري المواطن 5 ولا 6 الخبزات كياكل منهم 3 كيلو، حتى ثلاثه هو راه شاري ب 30 ريال او 32 ريال وما عايقش. ضيع المواطن، ضيع اللي في القطاع، والدوله كتضيع. راه الا تزاد الخبز ما يتلاحش، الا تزاد الخبز ما غاديش يتلاح، حيت الخبز يعني ب 24 ريال ما بقاش ليه قيمه. يعني المونص من اقل حاجه خصهم يديروها هي درهم ونص. علاش؟ اولا الناس اللي قاعد ديال هذا القطاع على يقين كلهم غيديروا الافلاس والسلام عليكم، غينتهيوا ما يبقاوش الا الناس الراقيه اللي في الباتيسريات الراقيه واللي كذا. ولكن الناس اللي كتقوم السوق بالخبز، العبار ديال الخبز اللي كاين في القطاعات جميعا عبار واحد. الا كاين قشي واحد الناس ديال البلدي، يعني دوك اللي كيديروا داك المحراج وداك الشيء هو اللي عندهم النقص. واما كل ما كيدير باريزان الرومي ما عندوش النقص. 69 وانا فيه حاليا، انا مسير وانا عندي محل ديالي انا. والناس ولاتي كتعيش في المحايا، لا انت رابح، لا اللي كيوكل، لا الوكال رابح، لا الدوله رابحه في هذا القطاع هذا. ولكن هذا القطاع هذا غادي للهاويه. باش نجيك انا من الاخر الله يرحمه مشى السلام عليكم، واللي قال لي شي حاجه نتحداه. المواطن كياكل الخبز غالي بلا ما يشعر، والدوله كتهلك في الخبز بلا ما تشعر، والقطاع مهلوك من اصله. وهادشي اللي غنقول لك، والسلام عليكم ورحمه الله.